السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. ايوا اول شيء غنقول لكم صباحكم مبروك، لانني انا هذا الفيديو كنسجلو في الصباح، ولو انني كنظن غادي يوصلكم حتى لليل او حتى العشيه. المهم في وقت ما اللي وصل لكم كنتمنى لكم تكونوا في احسن الاحوال وتمام الصحه والعافيه ان شاء الله يا ربي. اليوم المهم احنا في الفترة ديال الصيف والناس كيعجبهم السفر، واجمل الاماكن اللي كنمشيو ليها هي الاماكن الشاطئية بحكم الحرارة. وهذا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد البلاصة اللي زوينة بزاف، كتواجد في مدينة جديدة. يعني الناس اللي كيزوروا مدينة جديدة يحاولوا يجربوا هاد البلاصه، يمشيو ليها ويتعرفوا عليها ويشوفوها. راه بلاصه غزاله زوينه زوينه. كتعلق بشاطئ مريزقه. انا كنهضر على واحد البلاصه اللي كيقولوا لها شاطئ مريزقه. الناس اللي كيستعملوا الجوجل ماب ولا هذا راه غادي يكتبوا مريزقه غطلع ليهم لوكاليزاسيون ديالها. المهم الناس اللي ما كيستعملوش هذا التطبيق راه غادي يقبطوا الطريق اللي كتدي لاسفي. يعني الناس اللي كيكونوا ماشي الناس ديال جديده غادي يسولوا على طريق اسفي، يعني يدوزوا على الوالديه، لا سمحوا لي بحال غادي الوالديه غيدوزوا على سيدي بوزيد، غيدوزوا على مولاي عبد الله، سيدي عابد، الجرف. المهم هادشي كله غادي يدوزوا عليه وغادي يفوتوه، عاد غادي يوصلوا لهاد الشاطئ. هاد الشاطئ كيبعد على مدينة جديدة تقريبا واحد 47 كيلومتر. ما تسمعوش المسافة وتخلعوا، راه هاد الطريق كلها ممتعة وكلها غادين يعني في الجنبات ديال البحر، لأنك غتمشي على طريق البحر. كتكون الطريق يعني جهة كتشوف البحر، وجهة كتشوف الخضورة والطبيعة والفلاحة وهذا. يعني طريق زوينة بزاف. يعني راه كيف ما كتشوفوا راني حاولت نصور لكم بعض اللقطات. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، يعجبكم وتزوروا هاد البلاصه صراحه اللي كتعجبني بزاف. علاش كتعجبني؟ باللي غتشوفوا البحر ديالها نتوما غادي تعجبكم، خاصه الناس اللي عندهم الوليدات الصغار. وانا غنقول لكم علاش. انهم دوك الوليدات الصغار كيعوموا بامان. البحر ديالها ما فيهش الامواج بزاف، يعني البحر ديالها كيفكرني دائما في البحر ديال مارتيل، ديال تطوان. هكا كيجيني البحر ديالها هادئ، كيعوموا الوليدات وانتي مرتاحه. اللي عنده الوليدات الصغار راه غادي يخليهم يعوموا تماك وهو مرتاح. دابا راه اللي كيبان لكم في الفيديو هذه راه المنطقه ديال الجرف الاصفر. هي هذه اللي كتبان لكم دابا في الفيديو. وصلنا للمنطقه ديال الجرف الاصفر. المهم انا كنحاول نسجل لكم غير بعض المقاطع من الطريق. ما بغيتش نطول الفيديو، ما بغيتش نسجل لكم الطريق كامله. كنحاول غير كل بلاصه ناخذ لكم منها الصور. هادو راهم من الجرف الاصفر، صور من الجرف الاصفر. خلال الطريق ديالنا شفت هاد الكرفان غادا ومكتوبين فيها بعض الاقوال اللي عجبوني وتهما وانا تنصورهم. كاتبين هنا: سافر لان المال سيعود لكن الوقت لن يعود. ثم كاتبين: اجمل سفر هو الذي لم تسافره بعد. أما القولة الأخيرة كاتبين: العالم كتاب من لا يسافر فيه لا يرى سوى صفحة واحدة. المهم هذوك الأقوال عجبوني بزاف. المهم في هاد الطريق راه كاينين واحد الدخلات ما خصكم تنتبهوا، ما تجيوش وتدوروا مع اي دوره حتى غتبان لكم مكتوبه واحد البلاكه ومكتوب عليها مريزقه. حيت كاينين دخلات اللي غادي يدخلوك لبعض الشواطئ اللي ماشي شاطئ مريزقه، حيت كاين بعض الشواطئ وحدين اخرين حتى هما زوينين ولكن ماشي بحالها. كتبقاو غاديين حتى توصلوا لهاد البلاكه اللي كتشوفوا ها هي مكتوب عليها شاطئ مريزقه. كيف ما شفتوا هنا كدور صافي كتمشي، كاينه طريق وحده يعني غتبعوها، ما كاينش يعني فين غتلفوا. صافي غتبقاو غاديين غير واحد شويه ديال البيست، ماشي مسافه كبيره.
كيف ما كتشوفوا راه دابا كيبان لينا السيارات تما الطوموبيلات هكا واقفين القدام، راه تما واحد البلاصه فين فين غنحطوا الطوموبيل وغادي ندوزو للشاطئ. هاد تما كتبان ديك الرمال، راه تما هذاك هو الشاطئ، يعني راه ما بعيداش بزاف. ايوا ها حنا وصلنا للشاطئ. شوفوا معايا، عرفتي راه 1% فيه اللون ديالها الزرق، راه رائعه. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه البحر القدام، وهذيك تما كاينه واحد البحيره اللي حتى هي اللي كيعوموا فيها، ما كيعوموش في البحر، كيعوموا فيها ديك البحيره. هي راها غارقه وكبيره، وكيعوموا فيها الكبار والصغار، وكيعوموا فيها بكل امان، ما فيها لا حجر لا والو. زوينه زوينه، وحتى الماء ديالها راه كيتجدد، راه هي متصله بالبحر من واحد الجهه، يعني كيبقى كيدخل لها الماء ديال البحر. راها غزاله هاد البلاصه هنا، كتعجبني، الوليدات يعوموا فيها بامان. المهم في هاد البلاصه هنا راه كتلقاو واحد مصايبين واحد القياطن هكا، كتكريهم. الثمن ديالهم تقريبا ما بين 50 و 80 درهم للواحد. ممكن تقضي النهار ديالك كله فيه. كتلقى انه كاينين قهاوي اللي بغى يعني ما بغاش يدي معاه الماكله ديالو، كاينين طواجن، كاين اللي بغى السردين مشوي، اللي بغى مثلا بغيتي دي الماكله ديالك وطيبيها لراسك، راه كاين لي سباس فين طيب. بغيتي المهم زوينه، بلاصه زوينه. شوفوا هنا راه وصل المساء، يعني راه في العشيه تاني كيتبدل المنظر، حيت كتولي كيولي بحر مشروك مع هذيك البحيره. ورغم ذلك ما كيكونوش الامواج اللي عاليه وتخاف منهم، وهذا راه الوليدات كيعوموا بكل هدوء ومرتاحين وما كتخافوش عليهم. هذا هو باش عجبني هذا البحر، راه غزال غزال صراحه. انا مهما نشكرو خاصكم تجربوه وتشوفوه كيفاش داير. عاد هذيك الساعه حكموا، راه زوين ونقي بزاف، والمياه ديالو راه عرفتي راه كتبان لكم صافيه ونقيه، واللون ديالها ازرق. شوفوا كيف ما كتشوفوا هادشي، علاش كنقول لكم راها كتفكرني في البحر ديال في شاطئ مارتيل وفي ديال تطوان، البحر ديال البحر الابيض المتوسط. كيكون هاد ما كيكونوش فيه الامواج بزاف. هذا هو علاش قلت لكم كيعجبني بزاف نجيب ليه وليداتي. المهم نخليكم مع هاد الصور، وكنتمنى ما نكونش ثقيل عليكم، وكنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ايوا وتشاركوه وتبارطاجيوه، وتحاولوا تزوروا هاد الشاطئ. وعطلة سعيدة، وإن شاء الله تمشيو وتساراو وتشوفوا عائلاتكم، وتقضيوا العطلة ديالكم بسلام نتوما والعائلات ديالكم.